بسم الله الرحمن الرحيم. بخصوص مات العميد عادل بيه رجائي، اولا وقبل اي حاجه لازم نعرف الخناقه اللي كانت بين سياده العميد عادل الله يرحمه وبين سياده الفريق صدقي بيه صبحي بتاريخ 5 اكتوبر، والمشاده الكلاميه اللي كانت بينهم بخصوص اعاده ترتيب وانتشار وتامين السفارات وازاله التامينات الاسمنتيه من امام احد السفارات بالجيزه، ولان تامين السفارات والمنطقه المركزيه مسؤوليه الفرقه 9 بقياده عادل بيه. العميد عادل طلب تكليف رسمي وليس تكليفا شفهيا، تفاقمت على اثر هذا الطلب مشاده كلاميه وسباب، ووصل الامر للشتايم بين الساده الضباط للاسف. وبطريقه ما سياده العميد عادل علشان يامن نفسه ابلغ بذكاء كده سياده السفير الامريكي، وده على فكره امر طبيعي ومعتاد. لكن للاسف تعاملت السفارات بحاله من الغشم من اجل تامين رعاياها. في 17 اكتوبر تم استدعاء العميد عادل بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد وزير الدفاع واللي هو علي مملوك من الجمهوريه السوريه الشقيقه بخصوص نفس السفاره واعاده انتشار القوات لتنفيذ المرحله بيه. ولما عادل بيه رفض الطلب منه رسميا، الطلب منه بالحرف انه يلزم بيته. وتم الاجتماع مره تانية بين علي بيه مملوك والسيده ساميه زين العابدين، وبعد 24 ساعه تمت عمليه الاغتيال وتصفيه عادل بيه. تمت التصفيه، انا هقول بالاسم وبرقم الوحده، تمت التصفيه بقياده عبد الحليم محمد حلمي الفرقه 9 الكتيبه 109 استطلاع. خطوره الكلام ده في الوقت الحالي ان قائمه الاغتيالات مجهزه لاكثر من 22 من القيادات العسكريه وسيد الضباط، بلاغ السيد النائب العام مخابرات الحربيه ضد السيده ساميه زين العابدين، السيد علي مملوك من الجمهوريه العربيه الشقيقه السوريه، ومنفذ العمليه محمد عبد الحليم محمد حلمي فرقه 9 الكتيبه 109 استطلاع. رسالتي دي حمايه لنفسي ولزمايلي، وده لان في اطراف غير مصريه للاسف هي اللي بقت تاخد قرارات الايقاف والتصفيه والتدخل في مصير افراد وقادات المؤسسه العسكريه. خوفي على جيش بلدي والقياده اللي بتخدم مصر بجد، القياده اللي بتضحي بارواحها وبنفسها، لان مش راس الشهيد عادل رجائي الله يرحمه هتكون رد جميل لعلي مملوك قدام عمر سليمان. ربنا يحفظ مصر وجيشها، لان اعتقد ان القادم اوسخ من ايام المماليك.